فكرة النهاردة سهلة وبسيطة وفي منتهى الجمال. هنحط اول حاجة نص كوباية مية، بعد كده 3 معالق من الجبس. واحد. لازم اقلب كويس جدا 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 عشان اكون متأكدة ان مفيش اي كلاكيع او اي تكتلات من الجبس في المية. بعد كده هزود معلقة اسمنت او نص معلقة اسمنت. الاسمنت بقى هنا فايدته ايه؟ بيخلي القطعة اللي احنا بنعملها بتكون متماسكة اكتر، بيديها صلابة. هستمر في التقليب. هجيب بقى كوبايات الشاي الورق، هستخدمها هنا كقالب لحامل الشمع. انا عملت هنا واحد اطول من التاني، لازم بقى افضل اخبط عليها بالشكل ده عشان اتأكد ان كل الهواء اللي موجود في القطعة خرج بره. حطيت هنا زيت بالشكل ده علشان لما اجي اخرجه يخرج بسهولة ما يلزقش. هسيبها ينشف. نشفت بالشكل ده وهبدأ اقصها عشان اخرجها من الكوباية الورق. شايفين ناعمة ازاي؟ تانية برضو بنفس النظام. شوف انا حطيت زيت وبرضو عذبتني وهي بتطلع، لو ما كنتش حطيت زيت اصلا ما كانتش هتخرج، بس التانية خرجت بسهولة يعني. هجيب بقى مية وهبدأ بالصنفرة وهبدأ انعمها. كل الحواف اللي موجودة هبدأ انعمها علشان تدي شكل افضل للقطعة. التانية كمان بنفس النظام. هنشفها بعد ما اخلص بالمناديل علشان اقدر ادهن عليها بالشكل ده. هبدأ انشفها زي ما انتم شايفين. انا جبت بقى لون دهان ابيض اللي هو النوع البلاستيك من عندي بتاع الحدايد والبويات عشان يخليها لونها ابيض لؤلؤي. زي ما بنشوف القطعة اللي احنا بنشتريها دهنتها كويس من كل الجهات، وبعدين جربت اعمل بالفرشة الصراحة ما كانتش الطف حاجة. جبت بقى فرشة اسنان وبدأت اطرطش عليها بالشكل ده عشان القطعة تبقى واو. واو. اللون التاني ده انا كنت عاملاه في فيديو تاني اللي هو Oh my god. موج البحر ده. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك عشان تشوفوا كل جديد معانا في القناة. مع السلامة حبايبي.